كمان ان تقدر بعض الوكلاء يبصوا على الدوري المصري، يبصوا على النادي الاهلي، على النادي زي الزمالك، يشوفوا اللعيبه الموجوده في الدوري المصري، هيبقى باترينا حلوه، باترينا كويسه. ده موضوع مهم. بالتوفيق اللي محمد عبد المنعم لاعب خلوق، لاعب راجل مجتهد، عاجبني قوي انه بيذكر ربنا في كل الكلام، انه عارف قد ايه ان الالتزام هو اللي هينجحه. بالتوفيق مره تانية وثالثه ورابعه لمحمد عبد المنعم، بالتوفيق ان شاء الله يكون صوره مشرفه للاعب كره القدم المصري ان شاء الله. الموضوع اللي عايز اتكلم معاكم فيه هو النهارده ظهر كمان بعض الكلمات انه كابتن جمال شريف الحكم الدولي هو اللي ممكن يكون رئيس لجنه الحكام المصري. هو انا بس رايي انه هو ليه اتحاد الكوره انه مصر انه يكون رئيس لجنه الحكام مش مصري؟ هو بالطبيعي، واذا كان انت من الاساس شايف ان كل الحكام اللي مش موجودين ما يصلحوش انه يبقى رئيس لجنه حكام، ما بالك انت هتبقى شايف ايه في حكامك